لا تزال السياحة الداخلية في حاجة ماسة إلى تسليط الضوء من قبل الإعلام رغم ما قدمه للقطاع، إلا أن الكثير من المواقع السياحية لا زالت مجهولة بسبب انعدام التغطية اللازمة لها حسب مدير الترقية السياحية في الوزارة. الإعلام الجزائري عنده دور كبير في ترويج للسياحة، لأن لا يمكن أن نرى وجهة سياحية بدون ترويج، لكن ننتظر منها أن يكون هذا الدور أكثر فعالية في الميدان، ونحن كقطاع نرافقه في التكوين وفي التوجيه حتى تصل المعلومة إلى المواطن. كان للإعلام دورا حاسما في ترقية السياحة الداخلية هذه السنة، لكن رغم ذلك يبقى الناشطون في القطاع يسعون للارتقاء بالسياحة أكثر ويستهدفون السوق الدولي، خاصة وأنه عنصر اقتصادي دائم. الصحافي الجزائري لازم يهتم اهتمام يعني لاباس به باش نقدروا احنا نسوقوا المنتوج تاعنا. راكم درتوا خدمه جباره، يعني رانا قدرنا نعاودوا نحفزوا الجزائريين باش يجوزوا العطله تاعهم في بلادهم، وماذا بينا دوك الدور الثاني تجيبوا لنا الاجانب يجوا يفيزيتيو، يعني يجوا يشوفوا بلادنا اللي راهي قاره، وفي كل منطقة عندك متحف على هواء الطلق. فكرة القيام بدورة تكوينية متخصصة في السياحة الداخلية للإعلاميين من مختلف ولايات الوطن على يد خبراء مختصين في المجال بالتنسيق مع وزارة السياحة يمكن اعتباره حلا من الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع. هذا الإعلام نريد أن ينظم عن طريق مجموعة مصالح مشتركة دي جروب انتيري كومان، عن طريق مجموعة من الصحفيين المحترفين. واقترحت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية شلف أن تكون هناك دورة تكوينية خاصة بهذه الإعلاميين على مستوى منطقة بني حوا الساحلية الجميلة العذراء، من أجل خلق أول مجموعة من الصحفيين المحترفين المتخصصين في قطاع السياحة. الجزائر اللي هي مهد للحضارات بعد إثيوبيا تستاهل منا أكثر. تعتبر السياحة في الجزائر أحد المحركات الاقتصادية الحديثة، خاصة كونه مصدر غير زائل، إنما يحتاج إلى الترقية المناسبة للنهوض به، وكذلك للرعاية الإعلامية اللائقة، هذا لجعله من أهم مقومات التنمية للوطن.